الحال يعني بعد الاتفاق الرسمي مع الإدارة والرئيس يعني قوادرية اللي مشكور على المبادرة. راك كيما راك تشوف اليوم يعني جيت نشرف على الحصة الأولى، حصة تعارف أولا بعد ما قدم لنا قائد الفريق اللاعبين، ولو أنني نعرف يعني جل اللاعبين اللي نشطوا فيه مع فريق اتحاد عنابة. وبعدها كما راكم تشاهدوا هنايا بدينا الحصه التدريبيه تاعنا تحضيرا للمقابله الاولى غد خميس خشنا. بعدها راح يكون هناك اجتماع تقني بحث، استدعيت اللاعبين على الساعه 8 ليلا باش ندير معاهم اجتماع نفهمهم ونشرح لهم الخطوط العريضه ولا كوندويت تونير، يعني كيف راح نتعامل انايا مع المجموعه ونحط كل واحد في المكان تاعو. طلبنا منهم يعاونونا في المقابلتين هذو لانه الوقت ضيق بالنسبه لي، وهذا ليس تهربا من المسؤوليه تاعي. وكنت تكلمت مع اللاعبين قلت لهم انا نتحمل المسؤوليه تاعي من بدايه من المقابله الاولى، ولكن لحبذا يعني يكون يعاونونا اللاعبين يجيبوا لنا نتيجتين هذو، باسكو راح يكون تغيير كبير في مرحله العوده، شريطة أن لا يعني نزيدوا نضيعوا النقاط. وحتى كما نقولوا حنا ليكار نو با سيكوريزي بزاف، معليش نشدوا على الأقل 8 نقاط هذو، بوركوا با ننتظروا مفاجأة سارة إن شاء الله ينقص الفارق النقاط، ولو ما ينقص على الأقل 8 نقاط تبقى نقدروا حنايا في مرحلة العودة اون ريفيرس لا سيتياسيون ونروحوا. يعني حنا رانا معولين بوكو بليس على المقابلتين هذو يعاونونا فيهم، باسكو راح يكون فيه تغيير كما قلت انايا في مرحله العوده، وراح نكونوا اكثر قوه ان شاء الله، وهذا وعد مني. مرحله العوده راح تكون اكثر قوه من بدايتها. متفائل بمستقبل الاتحاد؟ بطبيعه الحال انا مادام قبلت التحدي هذا سكو راني متفائل، وعلى بالي باللي كلش ممكن في كره القدم، مهمه صعبه كما ذكرت لكن غير مستحيله، ولكن يعني ضيق الوقت بالنسبه لي انايا حتى نشرع يعني في وضع كما نقولوا حنايا الخطوط العريضه تاع الفريق. لذا طلبنا من اللاعبين يعني يزيدوا شويه من عندهم هما، نسلكوا في لي دو ماتش هذو، رايحين بربي ان شاء الله نسلكوا في بقيه المشوار ان شاء الله. ان شاء الله تنتظركم جو دي نسلكوا سي با نسلكوا من سي با بور جوي لو مانتيا، ستادي نسلكوا ان شاء الله نحققوا هدف تاع كل انصار الاتحاد عنابة. مقابلة يوم السبت امام الخميس الخشنة كيفاه تشوفها؟ بون انا ديجا غير اتفقت مع اداره اتحاد عنابة، بديت شرعت ديجا في العمل تاعي والبحث عن نقاط القوه والضعف تاع فريق خميس خشنه، فريق اللي ما انهزمش قرابه 8 مقابلات، سي با ريان دي تو.